انت ملتزم بمعايير البراندنج بتاعه، في نفس الوقت انت محقق البريف اللي هو كتبه في الأول، وإن أنت عندك شرح للتصميم بتاعك يقدر يفهم بيه إيه اللي أنت عملته في رحلة الديزاين بتاعتك. لو أنت بتتعامل مع الكلاينت أو المستثمر إن هو هيقدر يقرأ كل المجهود اللي أنت عملته من نفسه وسلمت الديزاين بتاعك من غير بريف مشروع فيه أنت ليه استخدمت اللون ده، ليه وظفت البراند بتاعه بالشكل الفلاني، ليه استخدمت العناصر دي في التصميم، ايه الأهداف اللي انت حققتها له في التصميم وحققتها له ازاي، هو مش هيقتنع بيه. في الحالة دي هيحتاج حد تاني هو اللي يقول له التفسير ده، وهيلجأ بقى للكوميونتي بتاعته، والكوميونتي بتاعته دول كل واحد بقى رأيه. ورأيه وعايز اقول لك يعني اكتر هبيدة في الدنيا هي الكوميونتي اللي بتبقى حوالين الكلاينت، هو مش عايز يقول له انا مش فاهم او انا مش عارف، فبيقول له بوجهة نظره اللي هي اكيد محدودة يعني.